اتنين موبايل ابلكيشن من اقوى موبايلات الابلكيشنز التعليميه اللي موجوده. ايه الفروقات اللي ما بينهم؟ ازاي اعرف اختار منهم اللي هيناسبني صح؟ ويلا بينا نتعلم حاجه جديده. اهلا بكل اصحابي المبرمجين. حلقه النهارده متميزه لان احنا هنتعرف النهارده على تو تولز او تو ابلكيشنز بيساعدوك ان انت تتعلم ازاي تعمل ابلكيشن على الموبايل، هو ثانكبل واب لاب. ايه الفروقات اللي ما بينهم وازاي ان انا اقدر ان انا اختار ايه اللي انا ينفعني وايه اللي ممكن يكون كويس للحاجه اللي انا عايزها. اتنين اب لابس ليهم برنامج تعليمي، والاثنين ليهم حتى دروس اونلاين تقدر ان انت تاخدها كان هو يعلمك ازاي الابلكيشن بيتعمل وتتعلم الانترفيس بتاع الابلكيشن. وكمان الاثنين بيستخدموا في مدارس كتير جدا ان هم ممكن يستخدموا ثانكبل او يستخدموا اب لاب عشان يعلموا الولاد التين ايجرز يقدروا ان هم يعرفوا ازاي يعملوا ابلكيشن لاول مره في حياتهم. عم نعرض لك هم مشروعين، واحد عاملاه باب لاب وواحد عاملاه بثانكبل، ويا ترى هل هتعرف تفرق ما بينهم ولا لا؟ واتفرج علينا لاخر الحلقه. الاثنين الحقيقه بصراحه ينفعوا الولاد من اول 10 11 سنه ان هم يبداوا ان هم يشتغلوا عليهم. الاثنين عندهم حته الدراج اند دروب، بس الاب لاب فيه جزء ان انت ممكن تكتب كود بايدك، تكست كودينج اللي هو جافا سكريبت، لكن ثانكبل ما فيهوش النوع دوت خالص. هو كله بس دراج اند دروب، اذا كان لليوزر انترفيس او حتى للكود، بس بلوك كودنج. ما فيش اي نوع من انواع ان انت تكتب الكود بايدك او تغير حاجات انت مش موجوده، ما ينفيش الاوبشن دوت. لكن تقدر شويه ان انت تعمل الحته دي في اب لاب. الاثنين ممكن عندهم شيربل لينك، تقدر ان انت تاخد اللينك بتاعتك وتعمل شير مع كل الناس. بس ثانكبل تقدر ان انت تعمل فعلا بجد ابلكيشن حقيقي، وتقدر ان انت تنزله على البلاي ستورز المختلفه وتدفع له فلوس، ويبقى فعلا بجد ابلكيشن الناس بتستخدمه. ودي من الحته دي طبعا مش موجوده في اب لاب، لكن موجوده في ثانكبل، وديت نقطه قويه جدا في ثانكبل. وفي ناس كتيره قوي، شركات كتيره قوي عملت الموضوع ده، زي شوبيفاي بيستخدموا اصلا الاساس بتاع الابلكيشن بتاعهم هو ثانكبل. لكن اب لاب لكن بتقدر ان انت بس تشوف على الويب سايت، ما تقدرش ان انت تشوفه على او ان انت تستخدمه على الموبايل. لكن اللي فيه بروجرام ممكن ان انت تقدر تنزل ثانكبل على الموبايل بتاعك وتشوف كمان الابلكيشن بتاعك وهو شغال شكله ازاي جدا على الموبايل. لكن الاوبشن ده مش موجود في اب لاب. ومن الميزات بصراحه قويه اللي موجوده في ثانكبل ان هو عنده يوزر انترفيس، وكمان بلوكس بتسبورت اي حاجه من الحاجات الهاردوير زي الكاميرا والجي بي اس ريكوردنج بلوتوث. وطبعا موجود ده مش موجود في اب لاب خالص، ودي تعتبر نقطه قويه جدا في ثانكبل. لو انت عايز تنفذ قلنا حاجه حقيقيه، او انت كمان تتعلم ازاي تستخدم الفيتشرز المختلفه ديت وتعمل بيهم افكار مختلفه، حتى مش عايز تبلش الابلكيشن بتاعك. بس حلو جدا ان انت طبعا تتعلم ازاي الحاجات الفيتشرز دي تقدر ان انت تستخدمها في الهاردوير، ازاي ان انت تقدر ان انت تبرمجها عشان تنفذ اللي انت عايزه في الابلكيشن بتاعك. اب لاب تماما فري، مفيش اي نوع من انواع الفلوس، تقدر ان انت تفتحه وليه دروس كتيره جدا. برضو ثانكبل ممكن ان انت تفتحه، بس انت ليك ليميتد ابلكيشنز، يعني تلاقي نفسك عايز تعمل اكتر من 3 ابلكيشن، لازم تمسح القديم اللي عندك علشان تقدر ان انت تنفذ جديد. دي اول عيب فيه. بعد كده لازم تبقى تدفع فلوس اكيد علشان تستخدم الفيتشر، ومش كل فيتشرز كمان تقدر تستخدمها فيه، وبرضه في بعض الفيتشرز لازم عشان تستخدمها يهمها تدفع. لو انا بقى ما اعرفش اي حاجه خالص وعايز ابدا مش عارف ابدا بمين، اب لاب ممكن يكون اسهل شويه من ثانكبل علشان خاطر هو ممكن يكون تعليمي اكتر، المدارس بتعتمد عليه اكتر. لكن ثانكبل ممكن يكون ادفانسد شويه، ممكن لو انت اكبر من 10 سنين تقدر انت تستخدم ثانكبل اكتر من انت تستخدم اب لاب. ممكن تقدر ان انت تتعامل معاه. الاثنين محتاج ان انت تعمل لهم اكونتس اونلاين عشان تقدر ان انت تشتغل بيهم. الاثنين ممكن تشتغل على الاب لاب من غير ما تعمل اكونت اونلاين، بس مش هيعمل سيفنج للبروجكت بتاعك تحت اسمك، مش هتقدر ان انت ترجع لها. اختصارا الاثنين حلوين ومهمين. لو انت عايز فعلا بجد في يوم من الايام عندك طموح ان انت تعمل ابلكيشن حقيقي وتنشره، اشتغل على ثانكبل وتعلمه واعرف الفيتشرز بتاعته ايه. لكن لو انت ما عندكش الموضوع ده وعايز بس تتعلم الاب لاب الابلكيشنز تتعمل ازاي ولسه مبتدئ تماما، يبقى ابدا باب لاب. ثانكبل نزلت حاجه جديده من فتره ان انت تقدر تستخدم الاي اي علشان يعمل لك ابلكيشن، وهو ده اللي انا عملته. رحت للتشات جي بي تي وقلت له انا عايزه ان انا اعمل ترانسليتور بسيط، الكلام اللي اتكلمه عايزه ان هو ياخده مني ويعمل له ترانسليشن وينزله لي. فاكتب لي برومبت ادي للاي اي بتاع ثانكبل عشان يطلع لي الابلكيشن. زي ما انتم شايفين كده هو طلعه، بس انا لما جيت اشغله لقيت ان هو مش شغال. فلما دخلت على الكود لقيت ان هو عمل كود لبوتن واحد بس، ما عملش الكود اكتر من بوتن. طبعا انت ممكن تغير زي ما انت عايز في الشكل بتاعه، ممكن كمان تغير في البرومبت اللي انت مديهوله. يعني حتى لو الاي اي ممكن ان هو يساعدك ان انت تعدي خطوات شويه، بس انت برضو لازم تبقى فاهم كويس قوي الكود بيشتغل ازاي عشان تقدر انت تصلح اخطائه، لانه مش دايما صح
بالعكس ساعات اوقات كتيره جدا بيدي اخطاء، وان انت كمان تعدل في الشكل زي ما انت عايز، او ان انت تضيف اكواد جديده. الموضوع دوت هيساعدك جدا لو انت فاهم ثينكبل بيتعمل ازاي. ما تقدرش انت تعتمد 100% على الارتفيشال انتليجنس بس دي تعتبر طبعا ميزه قويه في ثينكبل لانها مش موجوده في ابلاب. اخر حاجه هنعملها مع بعض في الحلقه بتاعت النهارده ان احنا هنعمل مشروعين، هعمل لكم مشروعين بالاثنين في نفس ذات الوقت مع ده وده. هسيبكم بقى وانا بعمل المشروعين ونرجع بعد ما نخلصهم. زي ما انتوا شفتوا كده الاثنين سهلين، وتقدر ان انت تعرف الفيتشرز بتاعت كل واحد بمنتهى السهوله. لو انت عايز تتعلم اكتر عن اب لاب، انا عملت حلقات قبل كده عن اب لاب، وان شاء الله هنعمل حلقات جديده عن ثينكبل ابلكيشنز كامله بثينكبل. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم وتعلمتوا حاجه مفيده وعرفت تستخدم ثينكبل ولا اب لاب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا ولايك وشير، واهم حاجه كومنتاتكم، ارائكم، وتعملوا شير معانا الابلكيشن تعملوها، وتكتبوا لنا في الكومنتات لو عايزين تتعلموا حاجه ثانيه وارائكم في حلقاتنا. هابي كودينج.